يوسف ما حطش في باله، عادي يعني يمكن بيتهيألي وعيني مزغلله. يوسف كان بيحاول يقنع نفسه ان هو بيحلم، بس الاحداث الصغيره اللي كانت بتحصل من غير ما ياخد باله كانت بتقول غير كده، لان الحاجات اللي كانت بتحصل دي كانت صغيره بس متلاحظه. يحط محفظته على السرير يلاقيها موجوده على الكومودينو، يقعد يقرا كتاب يلاقيه بقى مرمي على الارض، وبيحلم بكوابيس غريبه كأن حد بياخد وشه. كان بيقول لنفسه انا بنسى وتركيزي قل اليومين دول، انا محتاج اروح لدكتور. عقله كان رافض انه يربط كل اللي بيحصل له ده بالمرايه الجديده، لحد الليله دي لما قال لنفسه انا اكيد كنت بحلم، كانش يعرف ان لسه الحلم بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. والمره دي الحلم مش هيستنى لنص الليل عشان يظهر، ده ممكن يظهر بدري جدا. يوسف فضل باصص قدام المرايه شويه، وفجاه انعكاسه في المرايه ابتسم ابتسامه واسعه مفيش فيها اي فرحه، ابتسامه بارده وبتخوف. وبعدين شاور على يوسف وقال له كانه بيقول له انت صح، انا موجود. من يوم ما شاف انعكاسه وهو نايم وهو بقى حاسس ان في حاجه غلط بتحصل في الشقه دي، بيتفادى يبص فيها في نص الليل، لحد ما في ليله كان قاعد بيقرا في كتاب، وهو بيقرا سمع صوت نفس، ونفس تقيل. رفع عينيه من على الكتاب وبص على المرايه، لقى نفسه قاعد بيقرا الكتاب عادي، بس صدره ما كانش بيتحرك، قاعد بيتنفس نفس جامد وصدره ما بيتحركش، صدره ثابت في المرايه. يوسف قام وادي النور، لقى شكله زي ما هو عادي، بس فجاه وهو واقف الخيال اللي في المرايه ابتسامه بارده وشكلها وحش ومرعبه جدا. ده غير انه كمان وقعد يهز له راسه كانه بيقول له عندك حق، انا بتحرك.